صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أسطورة صالح أسطورة العرب. اليوم راح نحكي على مولد النبي صلى الله عليه وسلم وأشرف الخلق عند الله صلى الله عليه وسلم. نحكي على هذا المولد النبوي الشريف بدعة أم سنة، بنشوفوها في حكاياتنا وفي أدلة واضحة. وكالعادة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. وحيا الله، لا تنسوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعليكم السلام. ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة في شهر ربيع الأول من عام الفيل قبل 53 سنة من الهجرة، ما يوافق سنة 570 أو 571 ميلادي و350 قبل الهجرة. ولد يتيم الأب وفقد أمه في سن مبكرة، وتربى في كتف جده عبد المطلب، ثم من بعد عمه أبي طالب درعه، وكان في تلك الفترة يعمل يراعي ثم بالتجارة. قال: متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم بالميلاد والهجري؟ قال: ولد فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد يوم 12 ربيع أول عام الفيل الموافق ل20 أبريل سنة 1971. ثم تقول كعادة. وتوفي يوم الاثنين 12 ربيع أول سنة 11 هجري الموافق 12 يونيو عام 1632. يقال: هل تاريخ مولد النبوي الشريف صحيح أو لا؟ التحقيق والصواب الذي تدل عليه كتاب التوافقات بين التاريخين الهجري والميلادي أن مولده صلى الله عليه وسلم وآله وسلم وافق يوم 22 من شهر أبريل عام 72 و500 ميلادية، وهذا الشهر الميلادي هو أول شهر ربيع كامل، ووافق ربيع مولده القمر بفصل الربيع وتدرج زمان ليوم ميلاده الشريف، والربيع هو موسم الذي تنفتح به الزهور. عقيمة رع ما زلنا نرى القدام. والسؤال الآخر يقول: هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في 12 ربيع أول؟ ولقد ذكر أهل السير أنه ولد يوم 12 من شهر ربيع أول، وذكر بعضهم 9 إلى 12، ولعل الاختلاف عائدا إلى عدم انضباط الميلاد والتاريخ عند العرب في ذلك الوقت، فكانوا يؤرخون بالحوادث الكبرى، لم يكونوا يسجلون التاريخ، والذي لا شك فيه أن صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين في ربيع أول عام حادثة الفيل. وحديث الفيل خلينا عليها متاع وقت الفيل يحب يهدم الكعبة، وهي موجودة في صوت الفيل. وقال لسادة: هل ولد الرسول صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ نقول: ولد في مكة الدار المعروفة بدار محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف لسنة 10 ليلة خالد من شهر رمضان. ذكره عنه ابن عبد البر وابن كثير وابن سيد الناس، وقال السهيلي في روض الأنف، وذكر أن مولده كان في ربيع الأول وهو معروف، وقال الزبير كان مولده في رمضان. هناك واحد يقول معناها مازال مولده مش متأكد توا، مازلنا نشوفه. وجاني سؤال قال لي: هل شهر ربيع الأول كان يوافق بالميلاد سنة 2024؟ والشهر الربيع الأول سوف يكون خلال سبتمبر أكتوبر 2024 ميلادي من طبيعة التقويم. كابتن نقرب شوية. قيد: ذكرى المولد النبوي الشريف هل هي بدعة؟ الاحتفال بالمولد إنما حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة بعد القرن الأول والثاني والثالث، وهي من البدع التي أحدثها بعض الناس استحسانا وظنا منها أنها طيبة، والصحيح والحق الذي عليه محقق من أهل العلم أنها بدعة. الاحتفال بالمواليد كلها بدعة، ومن جملة ذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. ولماذا؟ قل قيل علاش، تعالوا نشوفوا بعد شوية. القول بأن الاحتفال بالمولد بدعة منكرة قول صعب، وذلك لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بيوم مولده، ولا عن الصحابة ولا عن التابعين، مع أن سبب الاحتفال بالمولد موجود، ومع ذلك لم يفعلوه ولم يفعله من بعد من التابعين لهم بالإحسان. ولو كان في مثل هذه الاحتفالات خير لفعله الصحابة ولا أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الذي يحيرنا: هل يجوز الاحتفال بعيد ميلاد النبي؟ والجواب أنه يقال لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا حلفاء الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين له بالإحسان في القرون المفضلة.
وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا للرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة سره ممن بعده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن أدلة التي تبين حرمة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فالعلاقة بين هذا الحديث وبين الاحتفال بالمولد النبوي علاقة وطيدة، إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا منكرا: لتتبعن سنة الذين من قبلكم شبرا بشيرا وذراعا بذراع. وفي رواية: خذوا قدد حتى ولو دخلوا، إلى نهاية الحديث. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف غير مشروع، بل هو بدعة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وهكذا المواليد الأخرى لعلي أو للتحسين أو لعبد القادر الجيلاني أو لغيرهم. الاحتفال بالمولد بدعة غير مشروع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى كل خير، وهو المعلم والمرشد للأمة، وقد بعثه الله بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا يدعو إلى كل خير. وقال في حقه: هنا السؤال يقول: ما دليل تحريم المولد النبوي؟ الأدلة على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي أن الله تعالى قال في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المائدة 3. وهنا تكون نهاية حلقتنا معكم وصورة صلاح وصورة عرب. وبعد ما عرفنا بمولد النبوي الشريف بدعة وهي من المنكرات التي حدث لنا الرسول صلى الله عليه وسلم والذي فعلها السفهاء من قبلنا، وكما تعرف له الحمد لله على هذه النعمة التي أنعم الله علينا وعلى الرسول الذي أنزله رحمة للعالمين وهدى وبشرى للمؤمنين. الحمد لله يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتقون. واذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. معكم أسرة صلاح وأسرة العرب، ودمتم في رعاية الله.